السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنخزن مع بعض الطماطم. اليومين دول رخيصة في السوق. تقدري بقى تخزني الكمية اللي انت عايزاها، خلاص، بطريقة سهلة جدا. انا خزنتها معاكم السنة اللي فاتت اول ما فتحت القناة، وهخزنها معاكم ان شاء الله السنة دي، خلاص. وهقول لكم كده في وسط الفيديو ممكن ان انت تخلّيها جاهزة لتسبيكة المحشي، أو مثلًا طبيخ أو كده، عايزة تعملي خضار يعني ورز. هنبتدي بقى نجيب القوطة ونقطّعها أنصاف كده بالشكل ده، خلاص. وزي ما أنتم شايفين كده الحلة اتملت، طبعًا كل ده هيهبط دلوقتي، هي مليانة بس كده عشان خاطر لسه طبعًا ما استوِتش. دي أحسن طريقة، أحسن ما تجيبيها وهي لسه ما استوِتش وتضربيها في الخلاط وتسبّكيها، بترمي تِفل كتير أوي، لكن كده التفل اللي بيطلع منها ما بيبقاش كتير خالص، فبتحتفظي بكمية كبيرة جدا من الطماطم. هنا شكلها بعد مثلا مرور ساعة أو حاجة أو نص ساعة. طبعا أنا عملتها على يومين تلاتة بقى، بسيبها تبرد وارجع أضربها في الخلاط واحطها على النار واسيبها تبرد تاني، يعني ايه، مش كله خلص في يوم واحد طبعا. اهو هنا بقى بعد شوية كمان، بعد ساعة، هنا كانت تاني يوم بقى خلاص. شايفين بقى نقصت ازاي الحلة؟ عملت ازاي بعد ما كانت مليانة على الآخر، ابتدت تنقص خالص. انا بقى في ناس بتضربها بميتها كده بقى بحالها، لا احنا بقى انا بحب ان انا ادلق المية دي كلها، لان المية دي بيبقى فيها اللزوعة بتاعة الطماطم. فبحب ان انا اتخلص منها وارميها. فباخد الطماطم بس كده، وكمان عشان ما تاخدش وقت على النار وتتقل بسرعة على النار، خلاص. هحطها في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين واضربها. لو عندك بقى هاند بلندر ممكن تضربيها في السريع كده وانتي واقفة. خلاص، بصوا كمية المية اللي طالعة، ما ينفعش خالص ان احنا نضيفها على الطماطم نهائي. هضربها بقى ضرب جامد، طبعا هي كده كده مستوية. فبتضرب بسهولة جدا وبتنعم بسرعة جدا جدا. يعني انا عملت حوالي 2 كيلو من الطماطم او اكتر شوية، فطلعوا لي شفشقين زي اللي انتوا شايفينه ده، شفشق كيلو بالظبط. هي كمية حلوة جدا. خلاص، ممكن بقى لو انت عايزة تعملي للخضار او حاجة، تجيبي بصلاية حلوة كده متوسطة، وتبتدي ان انت تحمريها نص تحميرة، وتحطي عليها من الصلصة دي وتسيبيها تتسبك، وتكتبي عليها وتعرفي ان دي للطبيخ. كده. وللمحشي طبعا زي كده، برضو بصلة وتشوحيها وتكتبي عليها دي للمحشي وتشيليها متسبكة جاهزة، خلاص. هنا بقى جبت المصفى بتاعتي، وابتديت ان انا اصفيها طبعا من البذور، بيبقى بتطلع بذر وقشور، خلاص. وهبتدي بقى ان انا ايه، احطها تاني على النار تتشكشك تتقل بقى. هي برضو كده يعتبر جاهزة. احنا نجيب بصلاية لو عملنا محشي او عملنا خضار، وهنبتدي ان احنا نشوحهم وننزل عليهم بالصلصة، مش هتاخد وقت خالص. ودي شكلها النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة اللي دايما مفرحاني. الاكياس كبيرة مش صغيرة، والبرطمان اللي هناك ده واخد له حوالي، ده هو البرطمان ده كيلو، هو مش كامل للاخر بس الاكياس يعني حلوة ما شاء الله. عاملة اكياس للمحشي وفي كيس كده للطبيخ ممكن يكفي مرتين تلاتة. وادي اهو، ده انا بحطه في باب التلاجة اللي هو البرطمان ده، ما شاء الله عملت كمية كويسة برضو. بس كده الفيديو بتاعنا خلص والسلام عليكم ورحمة الله.